دلوقتي هما بيقولوا ان غسل الشعر علاج اصلا للشعر، وان هو بيخلي فروة الراس تتنفس، وان هو بيقلل البيلد اب، ومفيش اي مشكله طالما ان انتي بتستخدمي منتجات مناسبه وبتعملي افتر كير مناسب. بيجي بقى في بالي امن شامبو ممكن تستخدميه، او شامبو هيقوي لك شعرك وهينضف لك شعرك من غير ما يأثر عليه سلبا. لما بتكلم دايما عن شامبو يعمل كده يبقى قصدي سيرو بايب. ده يا جماعه الشامبو انا يعني عايزه اقول لكم ان انا دايما بستخدمه، دايما موجود معايا في حاجتي، ودايما معايا. اولا هو بالجابانيز فورمولا، وكلمه جابانيز فورمولا انتوا عارفين طبعا اليابان منتجات الشعر بتاعتها مكسره الدنيا، فهو بنفس التكنولوجي دي. في انجريدينتس مهمه جدا، الكاميجين كي والكاميجين اي، ودول مركبات يابانيه بتقوي الشعر وبتقوي بصيله الشعر وبتساعد ان هو ما يقعش. ده غير طبعا ان هو فيه زيوت مرطبه كتير زي زيت الزيتون والارجان والكافيين، طبعا جينسينج كمان. اهم حاجه ان هو سلفيت فري، بس بينظف الشعر كويس جدا. لو حسينا ان الشعر ناشف بعدها، احنا كده كده بنستخدم الكونديشنر او الهير ماسك بتاعنا. هو حلو جدا كمان لو انت عامله اي كيميكال تريتمنت في شعرك وعايزه تحافظي عليه، او لو انت عامله صبغه. طيب هنرطب بقى شعرنا بايه بما اننا داخلين على الصيف؟ وحتى لو انا مش محجبه وهتعرض للشمس، او الاطفال مثلا اللي هيبقوا في التمرين والكلام ده كله هيتعرضوا للشمس، هنستخدم الليف ان كونديشنر بتاع سيرو بايب. عايزه اقول لكم ان هو فيه معدل حمايه من الشمس 30 اللي هو 30 اس بي اف. بيرطب الشعر كويس جدا وبيقوي الشعر لان هو معالج للشعر، في الروتين تقليل التساقط بيكون كويس جدا. في روزماري وفي ارجان بيرطب الشعر من غير ما يديله كده جريسي فيلم او تحسي ان الشعر دهني. طبعا ما بتشطفش، استخدميه مرتين في الاسبوع او استخدميه بعد كل شاور، استخدميه على شعر مندي او شعر جاف، بيغلف الشعرايه وبيرطبها و it doesn't weigh your hair down. فجميل جدا بصراحه. واحلى حاجه ان انت كمان تقدري تستخدميه للاطفال. معظمنا بيشتكي ان العيال شعرها بيقع او شعرها مش بيطول، فده هيكون حلو جدا. فالتو برودكتس دول يكونوا معاكي في الصيف ده. هتلاقيهم طبعا في كل حته في الصيدليات، او ممكن تطلبيهم من اي باركفيل بكود الخصم بتاعي ام خالد، هتاخدي الخصم ده لو انت حابه. بس التو برودكتس دول انا دايما بتكلم عنهم، او دايما بتكلم على الرينج بتاع سيرو بايب، لان ده من الرينجز اللي انا بحبها وبثق فيها فعلا.